السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. ان شاء الله النهاردة هنعمل شوربة العدس بالشعرية بطريقة جميلة جدا وسهلة. جربوها، تابعوني على قناتي وصفات المطبخ، هتلاقوا كل جديد ومفيد ليكم ان شاء الله. يلا بينا على المطبخ نشوف الطريقة والمقادير. يلا بينا. قبل ما نروح ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، لايك وشير ليوصل لكم منا كل جديد من اشعارات وصفات المطبخ. يلا بينا على المطبخ. ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي! هنعمل النهاردة العدس بطريقة جميلة جدا مع الشعرية. ودلوقتي هحمر الشعرية. احمر الشعرية كويس. ودلوقتي هضرب شوربة العدس بالهاند بلندر لغاية ما الشعرية تحمر. وكده عملنا شوربة العدس، شايفين ما شاء الله في لونه اصفر وجميل ازاي. طريقة جميلة وسهلة جدا. ودلوقتي هحط الشعرية. انا حطيت عليها نص كوباية مية علشان تبقى طرية وما تاخدش وقت في السوا، وهسيبه لمدة 5 دقايق وهدي عليه النار علشان ما يلزقش مني. شايفين احلى شوربة عدس ما شاء الله. جربوها هتطلع معاكي جميلة جدا ان شاء الله. ودلوقتي خلصنا احلى طبق شوربة عدس بالشعرية، جميل جدا وريحته جميلة وطعمه اجمل. جربوه بنفس الطريقة ان شاء الله ويطلع معاكم جميل جدا على قناتي وصفات المطبخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.